لما الإنسان يصطلح مع ربنا لا يهمه زلزال ولا يهمه إشاعة على إن القيامة تقوم. يهمه إيه؟ ده راجل مصطلح مع ربنا وعلاقته طيبة مع ربنا، ومنين ما ربنا يقول له تعالى يقول له هذا أفضل جدا، وأنا طول يا رب أبقى معاك. الناس بيخافوا لأنهم غير مستعدين، وبيخافوا لأنهم مش مصطلحين مع ربنا، ويخافوا إنه لو مات بأي وجه سيقابل الله، هيقابله بأي وش. ما الحكاية مش عمار بينه وبينه. عشان كده بنقول تصالحوا مع الله. الصلح مع الله يمنع الخوف، والصلح مع الله يجلب السلام القلبي، والصلح مع الله يجعل الإنسان في استعداد دائم لمقابلة الله. وعكس كده الخطية هي خصومة مع الله. واحد متخاصم مع ربنا بيقول لربنا انت ليك سكة وانا ليا سكة تاني، وكل واحد يمشي بسكته. لأن مش ممكن هيشترك مع ربنا وهو في حالة الخطية. لا شركة للنور مع الظلمة، لا شركة للإرادة الخاطئة مع عمل الروح القدس في القلب. لا شركة للإرادة الخاطئة مع عمل الروح القدس في القلب. الإنسان الخاطئ بيغضب روح الله وبيحزن روح الله في داخله، وإذا استمر في خطيته جايز روح الله يفارقه كما فارق روح الرب شاول، وبغته روح رديء من قبل الرب. بل إن الخطية أحيانا تكون عداوة لله، وهكذا يقول معلمنا يعقوب الرسول محبة العالم عداوة لله. وبيقول معلمنا يوحنا الرسول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن الذي يحب العالم ليست فيه محبة الآب. إذن الإنسان في حالة الخطية بينفصل عن ربنا، بينفصل عن عشرة الله، وبينفصل عن محبة الله، وبينفصل عن وصايا الله، وبينفصل أيضا عن عمل النعمة فيه، وبينفصل أيضا عن جماعة القديسين مش بس عن ربنا، وبينفصل عن الروح القدس، وبينفصل عن الابن. ده في حالة أصعب في الخطية أكتر من الانفصال اللي انتوا جايز تاخدوه بناحية نظرية. ربنا بيقول ايه؟ كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار. ده ما قالش بس بيخطي، ده بيقول لا يصنع ثمر يقطع ويلقى في النار. فهل انت عايز تبقى غصن مقطوع من الشجرة؟ عشان كده بنقول تصالح مع الله. المشكلة ان انسان جايز يخطئ ويفتكر الخطية دي حاجة بينه وبين الجسد، حاجة بينه وبين المادة،
حاجة بينه وبين أب الاعتراف، يخجل من أب الاعتراف، لكن ما بيخجلش من ربنا. بيخجل من أب الاعتراف وما بيخجلش من ربنا، بينفصل عن ربنا ويتخاصم مع ربنا، وربنا حاسس بكده. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ رفضوني انا الحبيب مثل الميت المرزوق. بيقول تركوني انا ينبوع الحي وحفروا لانفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. تركوني ورفضوني. وفي قصة صموئيل للنبي قال له لم يحدث انهم رفضوك انت بل رفضوني انا. فاللي بيمشي في الخطية ده بيرفض ربنا. ما دام بيرفض ربنا يبقى هيقابل ربنا بأي وش. هيقابل ربنا بأي وش. هي مش مسألة زلزال يهز بيتك، مسألة حاجة بتهز قلبك في الأول. لو قلبك شديد مش مهزوز ما يهمكش البيت لو اتهز. انت ما بتتهزش من جوه. وبتتهز من جوه ليه؟ لأنك خايف. وخايف ليه؟ لأنك متخاصم مع ربنا، مفيش بينك وبين ربنا عمار. يبقى مش الزلازل كشفت ان الأبنية والعمارات عملوها مهندسين غلط والأسمنت بتاعها مغشوش ولا التسليح بتاعها مش كويس. ده كشفت ان الناس بنيانهم الروحي خطأ ومش ماشيين مظبوط ومش مستعدين. ده القديسين ايام الاستشهاد كانوا بيمشوا يرتلوا في السكة وهم مرميين في السجون، كانوا بيسبحوا في السجون وبيغنوا اغاني روحية وفرحانين بلقاء الرب. فرحانين بلقاء الرب. اللي خايف يبقى مش فرحان بلقاء ربنا. انت في حالة الخطية بتبقى انفصلت عن قيادة الله. الله مش هو اللي بيقودك، بل أخشى أن أقول إنك أنت انفصلت عن بنوتك لله. لأن في الرسالة إلى روميا بيقول الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. فإذا كان روح الله لا يقودك يبقى إزاي تقول أنا ابن الله؟ عشان كده بنصلي ونقول لست مستحقا أن أدعى لك ابن. انفصلت عن قيادة الله وتوجيهه وبقت لك قيادات أخرى تقودك. إما تقودك الشهوة أو تقودك الخطية أو تقودك صداقة ردية أو تقودك طموحات عالمية وأرضية. ما بقاش ربنا هو اللي بيقودك. سبت ربنا ورحت في سكة تانية. عشان كده ربنا عايز يصلحك. العجيب ان ربنا هو اللي عايز. يعني مفروض الصغير هو اللي بيلجأ للكبير، لكن ربنا مع عظمته التي لا تحد طالب انه يصلحك. وارسل الانبياء والرسل عشان يصلحك، وبعت لك الكتاب المقدس عشان يصلحك، واداك ضمير يصرخ في داخلك انك انت ماشي غلط عشان يصلحك. وهو واقف على الباب ويقول انا واقف على الباب واقرع، مين اللي يفتح لي؟ ليه يا رب واقف على الباب وتقرع؟ عايز اصلحك. ربنا عايز يصلحك، لكن انت مش عايز تصطلح مع ربنا لان رغباتك ضد ربنا، شهواتك ضد ربنا، آمالك وطموحاتك ضد ربنا. مش عايز. زي الناس الوجوديين اللي بيقول وجود ربنا بيلغي وجودي.
فأحسن ربنا ما يكونش موجود عشان أنا أبقى موجود. إيه اللي مخليك ما تصطلحش مع ربنا؟ الذات. ذاتك واقفة حائل بينك وبين ربنا. الإنسان اللي بيمشي في الخطية بينفصل عن ربنا في الأرض وينفصل عنه في الأبدية، الاتنين مع بعض. بينفصل عنه في الأرض، تلاقي بعد كده بيسيب الكنيسة، بيسيب حياة التوبة، بيسيب التناول. ده عاد في ناس يسيب الجو الروحي كله. زمان كانوا بيفصلوهم عن الكنيسة، كانت الكنيسة خوارس والخطاه ما يخشوش الكنيسة خالص، لأن الكتاب بيقول ببيتك تليق القداسة يا رب. فاللي مش عايشين في حياة القداسة يخشوا بيت الله ازاي؟ ينجسوه. فكانوا بعاد. الحاجة اللي كانوا حتى نفس الكنيسة كانت تحكم على إنسان حكم يسموه اكس كوميونيكيشن. اكس كوميونيكيشن جت منين؟ اكس يعني بره، حتى كلمة اكس يعني بره. اكس يعني بره، وكوميونيكيشن جاي من الكوميونتي يعني المجموعة، يعني جماعة المؤمنين. فهو بره جماعة المؤمنين، اكس كوميونيكيتد. ده الرسول قال لأهل كورنثوس بالنسبة لخاطئ كورنثوس، قال لهم اعزلوا الخبيث من وسطكم. اعزلوا الخبيث من وسطكم، يعني ينفصل عن جماعة المؤمنين، ما يقعدش معاهم. اما الكنيسة تفصله او هو يفصل نفسه. ازاي؟ زي ما بولس قال ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. فصل نفسه، تركني. هو تركني بس وترك ربنا، هما الاثنين تركوا، تركني وترك الله، انفصل بالخطية. بيرجع بالتوبة، بيرجع بالدموع، زي المرأة الخاطئة وهي خاطئة جات عند المسيح وبللت قدميه بدموعها ومسحتهم شعر رأسها. تقول ادي خطية وبتشترك مع المسيح؟ يقول لك لا، في حالة التوبة هي نقية، ما بقتش خطية، بقت حالة كويسة. في السماء بيحدث هذا الانفصال أيضا، مش بس في السماء، في الدينونة. تبصوا تلاقوا ايه؟ المسيح خلى الأبرار عن يمينه والأشرار عن يساره، فصلهم عن بعض كما يفصل الخراف عن الجداء. وفصل العذارى الحكيمات عن العذارى الجاهلات. الحكيمات دخلنا معه والجاهلات بره الباب، وأغلق الباب. ما قلنا نصطلح واحنا في العالم؟ مفيش. اتفضلوا بقى. وقفوا بره الباب، يا ربنا يا ربنا افتح لنا. قال لهم كان زمان، ما بناكلش من الكلام ده دلوقتي. الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. لا أعرفكن. الله الكلي المعرفة يقول لا أعرفكن، يعني أنتم ما تستحقوش معرفتي ليكم. وبعدين يقول دول هيبقوا في الظلمة الخارجية. يعني ايه في الظلمة الخارجية؟ أولاد الله في النور ودول في الظلمة بره، انفصل، في خصومة بينهم وبين ربنا. الصلح هنا على الأرض، اوعى تفتكر انك تقدر تصطلح بعد الموت، مش ممكن. الصلح هنا، عايز تصطلح مع ربنا اصطلح من دلوقتي.
عايز تتغسل من خطاياك وشهواتك هنا على الأرض، قل له اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. لكن تعيش في خصومة مع الله على الأرض، طب ده أنت تترعب من الموت، تترعب من الموت. هو الموت ده نهاية حياة؟ ده الموت ده بداية حياة أخرى تقابلها إزاي وأنت مش مصطلح مع ربنا؟ ده بولس الرسول بيقول على القيامة ربنا ياخدنا معاه على السحاب ونكون في كل حين مع الرب. نكون في كل حين مع الرب. ازاي هتبقى في كل حين مع الرب وانت متخاصم معاه؟ تقول اجي اصطلح ساعة الموت، مين عارف يجي لك الموت فجأة ولا يجي لك الموت ازاي؟ صدقوني اللي يتشبع بحب الخطية لما يجي ساعة الموت يبقى برضه حب الخطية في عمق أعماق قلبه. ده في ناس من الخطاة بيبقوا تعبانين من الموت لأن الموت بيفصلهم عن شهواتهم، تعبانين من الموت لأن الموت هيفصلهم عن المحبة اللي بيحبوها. هو فكركم ساعة الموت بيبقى الإنسان تايب؟ اللص الآخر اللي على الشمال ده ساعة الموت كان تايب، كان قاعد يجدف على المسيح وهو في ساعة الموت. يمكن إنسان ساعة الموت تجيله غيبوبة وما عندوش، مش عارف يفكر في إيه. فكركم يعني الموت هيجي يقول لك أنا تحت أمرك يا مولاي، أنا هنتظرك لغاية لما تتوب وننظف روحك، وهو مش هاخد روحك غير لما تتنظف على الآخر. ده بيقول أنت لا تعرف في أي ساعتك تيجي إمتى، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. نايم يعني مش سهران على خلاص نفسه. المشاكل بتجيلنا عشان نلتفت لأنفسنا ونستعد ونصطلح مع ربنا. لما أخطأ آدم عمل إيه؟ خاف من ربنا واستخبى. اللي خايف ومستخبى ده يبقى متصالح؟ ده خايف يشوف ربنا وخايف ان ربنا يشوفه. قال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. اللي بيختبئ من ربنا يبقى مصطلح معاه، بقت خصومة بينه وبينه. عشان كده ربنا قال له بره 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 بره، الجنة دي ما تقعدش فيها، ده مكان طاهر وانت انسان نجس، اتفضل اخرج بره. اتفضل اخرج بره دي كلمة صعبة. طرد من الجنة. يا ناس كانوا عايشين في الجنة ولم يحافظوا عليها فخرجوا منها. اصطلح مع ربنا ترجع تاني. مش بس في جنة من زي جنات آدم فيها أشجار وأزهار وأطيار، ده أنت هتشوف جنة عبارة عن ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. ملكوت آخر، ملكوت سماوي. الإنسان اللي ما فيش بينه وبين ربنا علاقة، تلاقي ربنا لا موجود في فكره ولا موجود في قلبه ولا موجود في أعماله ولا موجود في أهدافه ولا في أغراضه. هو بعيد عن ربنا، ربنا في سكة تانية وهو في سكة. غريب عن الله، غريب عن ربنا. ده في كلمة عجيبة أوي قيلت في رسالة يوحنا الأولى، بيقول إيه؟ منا خرجوا، منا خرجوا سابونا، مش منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. مشيوا، كل واحد راح في سكته، كل واحد راح في سكته.
ربنا عايز يصطلح معاك، لذلك يقول ايه؟ ارجعوا الي ارجع اليكم، ارجعوا الي فارجع اليكم. يقول توبوا وارجعوا فتمحى خطاياكم. يقول ارجعوا الي بالصوم وبالتذلل وبالمطنيات وبانسحاق القلب. ربنا عايز يصطلح، بيقول لك ارجع الي. طب ليه ربنا بيقول لك ارجع الي؟ لانه هو معاك بس انت اللي بتبتعد. هو اللي معاك بس انت اللي بتبتعد، انت اللي قلبك مش معاه، انت اللي قلبك مش معاه. عشان كده ربنا بيقول ارجعوا الي، ارجعوا الي. تقول له مش قادر والخملها تقيل علي، يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. ارجع لربنا، اصطلح معاه، ارجع لربنا واصطلح معاه. جرب ربنا بيبقى المعيشة معاه تبقى ازاي. تصور الخطاة في قصة الفلك بقوا بره والأبرار جوه الفلك. الأبرار جوه الفلك مع ربنا، واللي متخاصمين مع ربنا بقوا بره الفلك في الهلاك. قايين بعد ما أخطأ حصل إيه؟ قال لربنا ها أنت قد طردتني من قدام وجهك ومن وجهك أختفي. طردتني من قدام وجهك ومن وجهك أختفي. عشان كده داود في حالة الخطية في المزمور يقول له لا تحجب وجهك عني. مفيش، ربنا مش مديله وش. دي الحاجة اللي هو خايف منها. يقول له روحك القدوس لا تنزعه مني. ليه؟ لأن في خصومة مع ربنا، لسه ما اصطلحناش. في خصومة مع ربنا لسه ما اصطلحناش. انت تعبت وما عرفتش تصطلح مع ربنا، قل له زي ما ورد في نبوءة أرميا، قل له توبني يا رب فأتوب، توبني يا رب فأتوب، ارجعني يا رب إليك. أنا مش قادر على نفسي والخطية تقيلة عليا، نجيني أنت من الخطية. مش تنجيني من عقوبة الخطية، نجيني من الخطية نفسها. طهرني جسدا ونفسا وروحا عشان أقدر أتحد بيك وأقدر أعيش معاك وأقدر أشترك معاك. مفيش شركة إلا بالطهارة. ابتدي تكون علاقة مع ربنا، اكسر الحواجز اللي بينك وبينه، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. حاول انك تصطلح مع ربنا، حاول انك انت تحبه. في انسان بيلجأ الى الوسائط الروحية لكن ما فيش بينه وبين ربنا علاقة. جايز بيصوم وجايز بيصلي وجايز بيعترف وما فيش بينه وبين ربنا علاقة. وجايز واحد بيعترف بخطاياه وما فيش بينه وبين ربنا علاقة، بيفتكر الاعتراف بينه وبين أب اعترافه. الله لا يريدك فقط انك ترجع عن خطاياك، ولكن الرجوع الحقيقي هو رجوع القلب نفسه. القلب هو اللي يرجع إلى ربنا. ممكن تقول له أنا بدونك يا رب لا أستطيع شيئا، أنا بدونك يا رب لا أعتبر نفسي حي، ولا أعتبر نفسي عايش، ولا أعتبر نفسي إنسان حتى. ليه؟ لأن الإنسان هو صورتك ومثالك، فإزاي أبقى أنا إنسان وأنا منفصل عنك؟
أنا عايز أعيش معاك. ليه ربنا بيقول ارجعوا إلي؟ ارجعوا إلي لأن أصلكم فيا، أنتوا أصلكم فيا وخرجتم مني، فعايزكم ترجعوا لي تاني. أنتوا أصلكم أولادي وخرجتوا ورحتوا كورة بعيدة، عايزكم ترجعوا تاني. أنتوا أصلكم صورتي ومثالي وفقدتوا صورتي، أريد أنكم ترجعوا تاني. ارجعوا إلي، ارجعوا إلى صورتي، ارجعوا للثبات فيا، ارجعوا للعلاقة معايا. إن كنت أبا فأين كرامتي، أو كنت سيدا فأين هيبتي؟ ارجعوا إلي، أرجع إليكم. وليه بيقول ارجعوا إلي؟ لأن عايزك ترجع بإرادتك. الله لا يرغمك على الخير إطلاقا، لا يرغمك على محبته إطلاقا، عايزك أنت اللي بترجع بقلبك بكامل إرادتك بحبك، ما بيرغمكش على الخير. ده بيقول لك ارجع إلي لأنك أنت عضو فيا. مش بنقول كلنا أعضاء في جسد المسيح؟ يبقى لما واحد بيمشي بينفصل عن هذا الجسد، بينفصل عن الكنيسة. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، أنت غصن فيا ترجع إلي، أنت عضو فيا ترجع إلي، أنت غصن فيا ترجع إلي. صدقوني إن الخطية هي خيانة لله، خيانة، زي ما بيقول جرح في بيت أحبائه، خيانة لله. تصوروا ربنا اللي بيخونه بيقول له ارجع، يعني مش قال له خلاص هديك رحت اتفضل، لا، بيقول له ارجع تاني، يرجع لربنا مرة تاني. يرجع يعني يحيا حياة جديدة غير الأولى، يحيا بعقلية تفكر تفكير آخر غير التفكير القديم، زي ما بيقول تجديد أذهانكم. الإنسان الخاطئ بيفكر إن الخطية لذة، لكن لما يغير فكره يعرف إن الخطية دي بشعة ودنس وموت، موت. امسك في ربنا وصلي وقول له لا أتركك حتى تباركني. الصراع مع الله من أجل الرجوع إليه هو صراع مقدس بيقبله ربنا. حاول تأخذ معونة ترجعك إلى الله مرة أخرى. ذكر ربنا بوعوده وقول له يا رب أنت وعدت فليكن وعدك صادق. شوفوا شمشون كان ممسوح لربنا وابن للمواعيد قبل أن يولد، وربنا اداله نعمة كبيرة فساب ربنا وترك محبته، وكانت النتيجة ضياعه. هو فكركم اللي بيتخاصم مع ربنا ده بيستفيد؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ده أنت لو خسرت ربنا تبقى خسرت نفسك، تبقى خسرت أبديتك، تبقى خسرت سمعتك، تبقى خسرت قداستك وطهارتك، ما بقاش ليك حاجة. هو ربنا يعني لما بيقول الرسول بيقول تصالحوا مع الله، يعني ربنا محتاج لصلحك؟ يعني انت لو ما اصطلحتش الأبدية مش هتبقى أبدية، والملكوت مش هيبقى ملكوت. يقولوا الملكوت لما غاب منه فلان ربنا قفله
لا، الملكوت ملكوت من غيرك. انت اللي خسران في العملية كلها، انت اللي خسران. لأهمية الصلح مع الله بنبتدي القداس بصلاة الصلح، وكلكم عارفين ان اسمها صلاة الصلح. طب هو صلح صحيح؟ والكاهن اول ما يبتدي قبل صلاة صلح وقبل القداس يقول هو احنا طالبين من ربنا الذي صالح الارضيين مع السمائيين وصالح الجسد مع الروح والحاجز المتوسط نقضه. يجي بعد كده الكاهن يقول ايه؟ اين هي قلوبكم؟ نقول له هي عند الرب. وغالبا بنكون بنكذب ساعتها، غالبا كلام طقسي بنقوله وعمليا ما بتكونش قلوبنا مع الرب. وبعدين نيجي نقول له لا تطرحني من قدام وجهك. طب انا مستعد، بس اشتغل انت. انا عايز اخلصك بس مش غصب عنك، مش ضد ارادتك. على رأي القديس أغسطينوس قال إن الله الذي خلقك بغير إرادتك لا يشاء أن يخلصك بغير إرادتك. لازم أنت بكامل إرادتك تقبل هذا الخلاص. في عبارات مؤثرة ساعات في الكتاب من جهة مصالحة الله. ربنا يقول إيه؟ مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. يا سلام يا رب، ملك الملوك ورب الأرباب يمد إيده والتراب والرماد بيتقل عليه. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ يقول أنا واقف على الباب لغاية لما رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. معلش يا رب أنا مش فاضيلك دلوقتي، أنا إيه؟ مش فاضيلك دلوقتي. ده ربنا طيب جدا اللي قابل مننا هذه المعاملة وبرضه راضي إنه يصطلح معانا. ده لو أي إنسان عملناها المعاملة دي يقول خلاص لا عدت أعرفك ولا تعرفني. وبيبعت الرسل أعطاهم زي ما قال بولس الرسول أعطانا كلمة المصالحة، أعطانا خدمة المصالحة. نسعى كسفراء للمسيح ننادي أن اصطلحوا مع الله. هذا اللي ربنا عايزه. ده الفداء كله هدفه الصلح مع الله. الرعاية كلها والكهنوت والرعاة والرسل والأنبياء هدفهم كلهم الصلح مع الله. الله يريد أن يصالحك من أجل صالحك، بيصالحك لصالحك. هو هيستفيد إيه؟ إلا بقى محبة الأب يعني. لكن هو يعني إزاي تصطلح مع ربنا؟ أول حاجة لابد أن تكون لك رغبة صادقة في إنك تصطلح مع الله. رغبة صادقة في إنك تصطلح مع الله. والرغبة دي تنبع من قلبك من جوه. يعني لا تكون مرغما على الصلح. رغبة صالحة وتنفيذ جاد. تنفيذ جاد. زي ما الابن الضال قال أقوم الآن وأذهب الأبي وقام فعلا وذهب. تنفيذ جاد. رغبة صادقة وتنفيذ جاد. وفي نفس الوقت لابد أن تبعد عن الأسباب التي تبعدك عن الله. عايز تصلح مع ربنا ولسه بينك وبين الخطية اتفاقات ومودة
وصلات ومواعيد ومشروعات، ما تنفعش الحكاية. تنفيذ جاد والبعد عن جميع الأسباب اللي بتوجد خصومة مع الله. وأيضا يكون لك جهاد مع الله نفسه. قل له يا رب اعتبرني حالة معقدة لكن ليست مستحيلة، كل شيء مستطاع لله. إن كنت أنا لا أستطيع أنت تستطيع، إن كنت أنا لا أريد خلاص نفسي أنت تريد أن الجميع يخلصون، إن كنت أنا لا أقدر على الصلح معاك ولا أقدر على ترك الخطية أنت قادر أنك تخليني أتركها. أنت يا رب تستطيع كل شيء، تقدر أن تطهر. يكفي أنك تريد خلاصي، ويكفي أنك قادر على خلاصي وجاد في هذا الأمر. عايز تصطلح مع ربنا، اشغل نفسك بربنا، اشغل نفسك بربنا. لما تشغل نفسك بربنا ربنا هيملى فكرك ويملى قلبك ويملى وقتك، ودايما لما تنشغل بشيء ممكن تلصق به. عش باستمرار في مجال التأثير الإلهي، في مجال التأثير الروحي، في وسائط النعمة، في وسائط الروحيات. ده عشان تصطلح مع ربنا. عشان تصطلح مع ربنا عيش مع أولاده وعيش مع القديسين، واقرأ كتير عن سير القديسين وكيف أحب الله وعاشوا معاه، واقرأ كتير عن قصص التوبة، القديسين قديس التوبة اللي تابوا من كل قلبهم ولم يرجعوا إلى الخطية مرة أخرى. عيش في جو روحي. الشيء اللي بيبرد روحياتك ابعد عنه، والشيء اللي بيضيع روحياتك ابعد عنه، والشيء اللي يعطيك حماس لله وللصلح معاه التصق به باستمرار. يا ريت انك انت تخلي الله هو هدفك. في ناس بيخلوا الفضيلة هي هدفهم مش ربنا. خلي هدفك هو الله نفسه، فتلاقي عشت في الفضيلة تلقائيا. ياما ناس بيحاولوا يكتسبوا فضيلة معينة بطريق خاطئ وما يوصلوش. إذا أردت أنك تصطلح مع الله لا تفكر أن تغضبه مرة أخرى، لأن في ناس حياتهم يوم في العالي ويوم في الواطي، يوم يمين ويوم شمال. اللي قال لهم إيليا لماذا تعرجون بين الفرقتين؟ إلى ما تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الله هو الله فاعبدوه، إن كان الله هو البعل فاعبدوه. إذا طلب الله الصلح منك لا تقسي قلبك. عدم التوبة هي قساوة في القلب. لا تفكر في ذاتك، فكر في ربنا، وليكن لك السهر الروحي على خلاص نفسك. ولإلهنا المجد.